السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. أول حاجة هنتكلم عليها على مباراة الأهلي النهاردة مع سيراميكا الساعة 5، ومباراة بيراميدز مع الزمالك الساعة 8، والتحكيم والأجواء اللي حاصلة والدنيا تبقى ماشية إزاي، خطط الأهلي والغيابات اللي هتكون مؤثرة مع الأهلي ومين هيكون بديل والكلام ده. بعد كده مدرب الأهلي الجديد بأمر الرحمن رقم 3 او 4 بقى، زيزو الزمالك والتحقيق اللي حصل معاه والزمالك عمل ايه، واخر حاجة لجنة التظلمات والاقرب لصدور القرار هيكون ايه. قبل اي حاجة عايزين نصلي ونسلم على اشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى السلامات، ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجة عايزين نقول مبروك لكوماندوس نادي الاهلي، فوز على الزمالك بنتيجة كبيرة قوي 31-27. نتيجة كبيرة، نتيجة كبيرة ما بين الدربين، دايما بيخرج فرق واحد او اتنين اقصاها قوي. يفوز الاهلي كان مكتسح المباراة من اول دقيقة لحد اخر دقيقة، نتيجة 31-27، والصعود لنهائي السوبر الافريقي بامر الله. نقول مبروك للاهلي. طيب، الاهلي هيلعب النهارده ازاي؟ قبل اي حاجة كنت انا محتاج من اتحاد الكورة، وكنا بنقول لاتحاد الكورة بلاش اللعب الساعة 5، لان اذا كان الاهلي او سيراميكا الاثنين هيروحوا الساعه 3 المباراه، الجو عز الايال، هيروحوا قبل المباراه بساعتين عشان يتدربوا الاحماء وغيره، تجهيز للمباراه والكلام ده. طب ليه انت بتلعب في عز الحر؟ ليه؟ عمر ما تكون دي اجواء كوره خالص. ليه ما تخليش المباراه تاجلها ساعه، الساعه 6 مثلا، تبقى الشمس كسرت حدتها شويه؟ ليه ما تخليش المباراه، المفروض ان انت اخر 3 مباريات في الموسم، وخاصه ان في صراع ما بين الاهلي وبيراميدز وبعديهم الزمالك، ان في تقارب، ليه ما تخليهمش في وقت واحد؟ الناس اللي كان بتقول تكافؤ فرص تكافؤ فرص، فين تكافؤ فرص اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها؟ المهم الاهلي غايب عنه بكره محمد هاني، واللي كان لعب المباراتين اللي فاتوا 10/10 حرفيا بالنسبه لي، كان ابتدى يتحسن، ابتدى في تحسن، ابتدى نشوف ان في جرأة منه. ورامي ربيعه اللي انا شخصيا مش مقتنع بيه قوي، بس اهو احسن من غيره. طيب مين يرجع؟ مبسوط جدا لاشرف داري، بس هو جاهز؟ ده السؤال. اتمنى التشكيل، يعني انا هقول التشكيل اللي بتمناه، والتشكيل اللي هيحطه كابتن عماد النحاس. التشكيل اللي هيحطه هيبدا بالشناوي. انا كان نفسي مصطفى شوبير، لان الشناوي لازم ياخد راحه، ايا بقى كان ضغط او في اي حاجه عليه او ارهاق. داخل فيه جونين الماتش اللي فات منه بعد ياسر ابراهيم طبعا، يعني ياسر ابراهيم عليه الخطا الاكبر، بس برضه الشناوي عليه خطا، لان هو اترمى كان هيجيبهم. لو كان اترمى كان هيجيبهم، مش قاعد بيبص بيتفرج عليهم بس. خلينا واضحين. تمام. طيب، وايه تاني؟ اتمنى ايه في خط الدفاع؟ اتمنى اشرف داري مع مصطفى العش. اتمنى الاتنين دول، هيبقى دفاع قوي جدا. بلاش اشرف داري وياسر ابراهيم. واتمنى يكون اشرف داري جاهز. احمد نبيل كوكا اول ماتش كان ماشي وحش، تاني ماتش تالت ماتش اتحسن وبقى احسن كتير بصراحه، فهو يبتدي بيه. واظن هيبتدي باكرم بدل محمد هاني، ما اظنش انه هيدخل خالد عبد الفتاح يعني. خط وسط عمرو سلام ومروان عطيه، عماد النحاس ما بيغيرش قدام الا الشديد قوي، يعني زي اصابه رامي ربيعه. وقدام امام عاشور، يمين طاهر محمد طاهر. طب في ناس تقول لك ممكن يلعب بطاهر محمد طاهر باك يمين ويطلع حسين وينج، ممكن، بس هو مش هيجازف في حاجه زي كده. واتمنى ان يكون طاهر نفسيته كويسه. آه كلنا ندعي لطاهر بشفاء العاجل لوالده اللي تعرض لوعكة صحية، ربنا يشفيه يا رب، ويكون هو جاهز. هو عايز يلعب، هو يعني دايما واقف مع الاهلي، وده روح اللعيب، دي اللعيبه اللي الاهلي محتاجها. عمر ما لما والده تعب ما غابش، اتدرب وضغط على نفسه وكل حاجه. ربنا يطمنك عليه يا طاهر، ويقومه لك بالف سما يا رب. وينج شمال هيكون اشرف بن شرقي، اللي رجع لمستواه، ابتدى يرجع ما شاء الله 10/10 لمستواه. لسه مستواه مش هو، بس ابتدى يرجع. تحس ان لمسته الكوره كده مختلفه. وطبعا وسام ابو علي هجوم. اتمنى من الله التشكيل ده، واتمنى ان يدي مصطفى شوبير فنان او موهوب اكتر من الشناوي. على العموم هي بكره يكون ان شاء الله توفيق حليف الاهلي. تخلي بالنا من نقطه مهمه قوي،
التحكيم هيكون عامل. انا مش عايز غير حقي، اديني حقي وادي حق الناس التانية. اتمنى من الاداره انها تركز في التحكيم في مباريات الاهلي وسيراميكا، مباريات الاهلي والبنك، مباريات الاهلي وفاركو، ومع بيراميدز نفس الكلام. ده هينقلنا بقى يعني التحكيم ليه عامل كبير قوي، هينقلنا بقى نقل لمباريات الزمالك وبيراميدز. تخيلوا ان في جمهور زملكاوي اسمه زملكاوي عايز بيراميدز ان يكسب، والزمالك يفوت لبيراميدز عشان الاهلي ما يركبش الدوري ياخد الدوري. تخيلوا يا وصلت لايه يا جدعان. مفيش جمهور زمالك بالنسبه لي، مفيش جمهور زمالك. جمهور زمالك هو كاره الاهلي مش جمهور زمالك. دي مقوله طبعا استاذ مصطفى اسلام مهدي. بتابعه، شخصيه محترمه جدا وبحبها جدا، ما اعرفوش طبعا بس انا بحبه جدا وبتابعه جدا. دايما دي كلمته المفضله، دايما بيقول لك مفيش جمهور اهلي لا ده كاره الزمالك، وانا اتفق معاه في النقطه دي 100%. جمهور زمالك عايز البيراميدز هي اللي تكسب. هو في كده يا جدعان؟ هل الاداره هتبص للجمهور؟ هو رمادي ما اظنش، راجل بيحترم شغله، لكن اللعيبه الله اعلم. الاداره اللي دايما ماشيه ورا الجمهور برضه الله اعلم. هنتفرج النهارده الساعه 8 وهنشوف ليه مباراه سيراميكا صعبه. لان ماهر مدرب مدرب سيراميكا دايما لما بيلعب مع قصاد الاهلي، اذا كان في المصري او قبل كده في الاسيوطي قبل ما يبقى بيراميدز، وقبل وايا كان الفريق اللي بيلعب بيه قصاد الاهلي، بيغل. ما اعرفش ايه كميه الغل ده، وبيطلع كل اللي عنده. انا ما قلتلكش ما تطلعش كل اللي عندك، بس الكلام ده تعمله مع الكل، مش تيجي قصاد الكل بطه بلدي وقصاد الاهلي بغل وبروح وبتاع. حقك ان انت تعمل كده، بس تعمل كده مع الكل مش مع الاهلي بس. فاتمنى توفيق للاهلي وبامر الله يا رب الزمالك يعملها بكره على الاقل تعادل. الزمالك عنده فرصه كويسه، بيراميدز ناقص منه مصطفى فتحي، فيستون كلان المايلي 3 انذارات، ورمضان صبحي. بيقولوا مصطفى فتحي ورمضان صبحي عشان الاصابه، الله اعلم ده حقيقه ولا لا، بس المتاكد منه فيستون كلان مايلي مهاجم سفاح في منطقه الجزاء، من اقل فرصه بيجيبها. ففرصه الزمالك خاصه ان يرجع له شحاته ويرجع له محمود جهاد، خط وسط تقيل، الاتنين تقال خط وسط. لو مرة اشجع الزمالك، فاتمنى ان هو يعمل حاجة مع بيراميدز ان شاء الله النهاردة. الحاجة التانية، مدرب الاهلي الجديد هو مدرب اورلاندو بايرتس، اسمه كارلوس خوسيه خوسيه كارلوس ريفير ايا كان يعني النطق لسه ما حفظتوش بصراحة. بس هو بيقولك مدرب هجومي، مدرب فنلندي هجومي. يعني هو اسباني بس درب في فنلندا 7 سنين، فعشان كده فنلندا طلع عليه المدرب الهجومي. هل يعمل حاجة؟ هو عمل حاجة مع اورلاندو، جاب لهم 5 كؤوس، 3 ورا 3 مرات متتالية، ودي اول مرة تحصل في جنوب افريقيا، ما حصلتش مع الفريق ده. و3 مرات ياخد التاني، واحنا شفنا الكرة بتاعته. بس هل هينجح مع الاهلي؟ هل هينجح مع كم النجوم اللي موجود في غرفة الملابس بالنسبة للاهلي؟ هل شخصيته قوية؟ هيبان. كنت اتمنى مدرب اعلى، بس هنشوف. قاعدين معاه وفي ظهره ونشجعه لحد لما نشوف الدنيا تبقى ماشية ازاي. مش هنحارب مدرب من قبل ما نتفرج عليه. هو بيلعب بخطة 4-2-3-1، وهنشوف هيعمل ايه بإذن الله. ويا رب يا رب يحالفوا الحظ مع الاهلي بإذن الله. النقطة الرابعة، زيزو اتحقق معاه في الزمالك لمدة 3 ساعات. قالوا له انت رحت الاهلي، كان كل المحور رحت الاهلي. لا، طب رحت ليه عملت التأشيرة الامريكية؟ قال لهم مش مع عبد الله السعيد عملها وحسام عبد المجيد عملها. انا راح اتفسح، انا راجل عقدي هيخلص وراح اتفسح، ده المتوقع. لا هيدين نفسه ولا هيدين اي فريق، ده طبيعي. طيب هل زيزو يستفاد منه الزمالك المنتصر الجايه؟ الله اعلم. يعني اكرم توفيق ما ماشي والاهلي بيستفاد منه، المفروض الاداره هي اللي تفكر في كده. رامي ربيعه الاقرب ان هو يمشي. على العموم هي لعبه الاوتو فار بالنسبه لزيزو هي خلاص هتنتهي مع نهايه عقد زيزو، هي 5/6 المباراة يصفر زيزو هيكون انتهى خلاص عقده مع الزمالك. رامي ربيعه والاقرب هيكون بيراميدز.
الاهلي عمال يديله في عود وهو رافض تماما، بيعلي في مغالاته. كل ما الاهلي يقرب كل ما هو بيعلي. الله اعلم بقى ايه اللي هيحصل ولا هيعمل ايه، هيبان. انا كده انا بالنسبه لي مش شايف رامي ربيعه الواو او سوبر ستار. وفي ناس يعني انا ياسين مرعي ده نفسي يجي الاهلي، صغير وهيبقى ممتاز، فايده تقيله. اخر حاجه بقى لجنه التظلمات. ايه الاقرب لخروج قرار لجنه التظلمات؟ ايه الاقرب وكامل اللي بيتقال ان الاهلي هيتخصم منه نقاط المباراه ومش هيتخصم منه 3 نقاط اخر الموسم. يعني هيعتبر ان هو خسران 3-0 ومخصوم منه 3 نقاط بتاعت المباراه. طيب هو عملوا استدعاء، هيكون يوم 15 ان شاء الله، عملوا استدعاء لاستاذ طه عزت مدير مسابقات، مدير لجنه المسابقات. قالوا له انت ليه خصمت من الاهلي 3 مباريات في اخر الموسم؟ ده انت اللي حاطط اللائحه، هم بيستفسروا منه انت اللي حاطط اللائحه، ليه خصمت؟ ليه بتعامل الاهلي على اللائحه بتاعت السنه اللي فاتت؟ ليه يا جماعه؟ اللائحه بتاعت السنه اللي فاتت كان بتقول فريق منسحب بيتخصم من 3 مباريات، 3 نقاط في اخر الموسم، يعني 3 نقاط بتاعت المباراه و3 نقاط في اخر الموسم. لكن لائحه السنه دي المنسحب اللي هو نزل الملعب وانسحب والحكم استنى 4 ساعة وصفر. الاهلي اساسا ما نزلش الملعب، الاهلي ما جاش الملعب من الاساس. وبالمناسبه استاذ طه عزت غير اساسا اللائحه دي عشان خاطر الزمالك اللي بيتسحب كتير، اهي جت على نفوخ. ليه بتعاملني على اساس لائحه فاتت؟ وليه بتعاملني انا اساسا اخطائكم انتوا؟ اتحاد الكوره هو اللي غلطان. المباراه اتقال قبليها ب5 ايام الجدول نزل. انت جاي انا طالب تحكيم اجنبي، انت جاي تقول لي قبليها ب 14 يوم؟ ازاي اساسا هو مش عارف الموبايل اللي قبليها ب5 ايام؟ يعني المفروض ما دام المباراه قبليها عرفت قبليها ب5 ايام، بند او نقطه ان انت تقول لي 14 يوم دي ما تبقاش موجوده اساسا. خطأك انت، خطأ اتحاد الكوره. والزمالك اللي وافق ان يتاجل لبيراميدز لحد 5/6 رفض ان الاهلي ياجل ساعه واحده يا جدعان. المفروض الاهلي اساسا ما يتلمش، حق ربنا ان المباراه تتعاد. بس المتوقع عشان يرضي الكل ان الاهلي هيتخصم منه 3 نقاط بتاعه المباراه ومش هيتخصم منه 3 نقاط في اخر الموسم، عشان يرضي الكل. وبالمناسبه القرار ده مش هيرضي حد، لا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز. طب بيراميدز داخله ايه؟ انه بيقول لك انا بنافس. على العموم اهي النهارده ممكن تحصل مفاجآت، بأمر الله. ايا كان اتمنى تكون كلها لصالح النادي الاهلي، يستحق كل خير بأمر الله. اتمنى من الله فوز الاهلي النهارده، تعادل بيراميدز او خسارته، واهداء من الزمالك للاهلي الدوري بأمر الرحمن، زي ما حصل قبل كده ان الاهلي كان إن في 2019 2020 كسب بيراميدز، ولو كان بيراميدز كسب في اخر مباراة في الدوري كان هو اللي شارك في افريقيا بدلا من الزمالك اللي كان وصل للنهائي ما بين الاهلي والزمالك، وساعتها الاهلي فاز بجون قفشه. كان معاكم احمد اسماعيل تورنيدو من حلقة خفيفة كده ولذيذة من برنامجكم Give Me 5، وانتظروني بعد المباراة ان شاء الرحمن واحداث المباراة هنا وهنا ان شاء الرحمن. سلام عليكم.